إلى الصحف العربية جريدة الحياة اللندنية عنونت مصادر فلسطينية تؤكد بدء سريان التهدئة ومحامي البرغوثي يتوقع إطلاقه خلال أيام. وتضيف الصحيفة أنه من المفترض أن تكون التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة أعلنت مساء أمس على أن تسري فورا بحسب ما أكدت مصادر فلسطينية موثوقة للحياة، مضيفة أن ملف الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط ساخن جدا لكن لن يعلن اتفاق بشأنه، في إشارة إلى الفصل بين مساري التهدئة وتبادل الأسرى. علمت الحياة أن النقطة العالقة في ملف الأسرى تتناول تحديد أسماء 20 أسيرا تصر حماس على أن يكون بينهم 8 من كبار القادة الفلسطينيين، في حين أعلنت الحركة أنها تحتفظ بأشلاء جندي إسرائيلي من القوات الخاصة فشلت في أسره في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وحوله صاروخ إسرائيلي إلى أشلاء. وبدأ أن ملف المصالحة الفلسطينية مرشح لتحقيق اختراق وشيك، وهو ما عكسته ملاحظات قيادي رفيع في حركة فتح قال أنه لمس لدى حماس رغبة في المصالحة لم يعهدها في السابق. ونقلت مصادر فلسطينية موثوقة للحياة أن القيادي الفتحوي الذي شارك في وفد الحركة إلى الحوار في القاهرة قوله أن هناك لغة جديدة ورغبة في الحوار والمصالحة لم نلمسها سابقا من حماس، وأن لدى وفد الحركة رغبة في الاتفاق على كل شيء قبل بدء الحوار في 22 الشهر الجاري في القاهرة، مضيفا أن اللقاء الذي تم بين الحركتين في القاهرة أخيرا عقد بناء على طلب من حماس. جريدة الأهرام المصرية عنونت قمة مصرية بحرينية اليوم في المنامة لمناقشة مجمل الوضع العربي، وكيري يعرب عن تقدير واشنطن لجهود مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة. الصحيفة تذكر أن الرئيس المصري حسني مبارك سيقوم صباح اليوم بزيارة مهمة إلى مملكة البحرين، حيث يعقد مباحثات قمة سياسية مهمة مع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى الخليفة. وصرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية لمندوب الأهرام بأن زيارة الرئيس مبارك لمملكة البحرين هي زيارة تضامن ومساندة ودعم لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها مملكة البحرين ومنطقة الخليج. وأضاف السفير سليمان عواد أن مباحثات القمة بين الرئيس مبارك وملك البحرين ستركز على مجمل الوضع العربي الراهن، خاصة فيما يتعلق بتطورات الوضع الفلسطيني وعملية التهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار، وجهود عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك عملية تحقيق المصالحة والوفاق الوطني الفلسطيني. كما تتطرق القمة إلى قضايا الوضع الراهن خاصة في منطقة الخليج. ومن ناحية أخرى أعرب السيناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي عن تقديره وتقدير الولايات المتحدة الأمريكية البالغ لجهود مصر والرئيس مبارك الحثيثة والإيجابية من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وبخاصة جهوده لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق المصالحة الفلسطينية ودفع عملية السلام قدما. جاء ذلك عقب استقبال الرئيس مبارك له أمس. في الجريدة الكويتية نقرأ هواجس فرنسية من تسرع أوباما في الحوار مع طهران. وتذكر الصحيفة أن الدوائر المسؤولة في فرنسا ترى أنه لا بد من انتظار الانتخابات الرئاسية في إيران خلال يونيو المقبل قبل فتح حوار جدي معها، ولا يجوز التسرع في مسيرة جديدة، في إشارة إلى ما أعلنه الرئيس باراك أوباما عن اعتزامه فتح حوار مباشر مع طهران. وفي هذا السياق ولد سؤال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية إريك شيفالييه عما إذا كانت باريس تتخوف من رؤية الإدارة الأمريكية تنفتح أكثر فأكثر لإجراء حوار من دون شروط مع إيران. أجاب بتأكيد 4 أمور هي: أولا، فهمنا واستوعبنا أن الولايات المتحدة تجري مراجعة لسياستها الخارجية حول عدد من المواضيع كأفغانستان وإيران، فضلا عن تحديات أخرى، ولا أعتقد في المقابل أن يكون قد تبلور حتى الآن موقف حول الملف النووي، لأن عملية المراجعة لا تزال في بدايتها، وأعتقد أنه علينا التريث وعدم التسرع في إطلاق الأحكام على موقف أمريكي غير محسوم بعد. وأضاف شيفالييه: ثانيا، قبل أيام اجتمع المديرون السياسيون في الدول ال6 ومن بينهم الأمريكي وأكدوا وحدة موقفهم،
ثالثا، أن موقفنا تستند إلى وثائق رسمية، لا سيما ما يصدر عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، ولا أعتقد أن أيا من المسؤولين الأمريكيين الجدد شكك في التقرير الأخير لمحمد البرادعي. رابعا، أما فيما يتعلق بإرادة الإدارة الأمريكية الجديدة إجراء حوار مباشر مع السلطات الإيرانية، فنحن مسرورون لذلك لأننا نجري حوارا مباشرا مع طهران، لكن ما نقوله أن من يبغي إجراء حوار مباشر عليه أن يأخذ مجمل العناصر ومنها الدقة والحزم الضروريين إزاء موضوع يقلق الوكالة الدولية ومجمل الأسرة الدولية. الهواجس الفرنسية تجاه الحوار مع طهران قابله تفاؤل من الداخل الأمريكي. القدس العربية عنونت على لسان وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت: الحوار هو الطريق لتجاوز الخلافات، والحرب على العراق كانت كارثة على السياسة الخارجية الأمريكية. تصريحات أولبرايت هذه جاءت في منتدى أمريكا والعالم الإسلامي الذي نظم هذا العام بالدوحة تحت شعار التحديات المشتركة. شددت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت على أن الحوار هو الطريق الصحيح لتجاوز الخلافات، منوهة بضرورة ضمان حقوق الأقليات والطوائف والمحافظة على المصالح المشتركة لأي مجموعات وفي أي مكان دون حرمان الآخرين من حقوقهم. ورحبت أولبرايت بإعلان الرئيس أوباما إغلاق معتقل غوانتانامو، واعتبرت أن الحرب على العراق كانت كارثة كبيرة على السياسة الخارجية الأمريكية، وعبرت عن القلق من كون هذه الحرب قد زادت من قوة إيران، وقالت إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تفرض الديمقراطية بالقوة، ولا يمكننا أن نغير القوانين لصالحنا. وأكدت أولبرايت على أهمية التوافق الإقليمي حول مصطلحات العدالة والأمن والإرهاب، لافتة إلى أن الحوار البناء هو المطلوب، وأن الاختلاف لا يزعجنا بل يريحنا، وأن المصالحة الحقيقية تتحقق بمواجهة الاختلافات وتجاوزها. في أوان الكويتية نطالع حوارا أجرته مع دان كويل نائب الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الذي يزور الكويت، وقد عنونت الصحيفة على لسانه: عندما يتعافى الاقتصاد الأمريكي ستتعافى اقتصادات الخليج. يقول دان كويل: كلنا معا في قارب واحد في خضم هذه الأزمة الاقتصادية، فالاقتصاد الأمريكي أكبر الاقتصادات في العالم، وطبيعي عندما تقع اضطرابات في هذا الاقتصاد أن تتأثر معه كافة الاقتصادات في العالم. ربما تكون هذه الأزمة هي الأكثر تحديا من الأزمات الماضية، لكن ستعبر الولايات المتحدة مرحلة الكساد وتتجاوزها، لأنه عندما تتعافى الولايات المتحدة من هذه الأزمة ستتعافى أيضا بقية الاقتصادات الأخرى، وكل دولة لديها وجهة نظر ورؤية لما يجب القيام به، وكلنا نشترك في أحلامنا في تقوية الاقتصاد وتوفير نظام تعليم